يا جماعه احنا اتكلمنا في نقطه البيكات دي كذا مره. يعني احنا اتكلمنا كل مكنه هتيجي احلها الاقي البيك ال 38 ده. يعني الخواجه اللي صنع الموتوسيكل ما قالكش حط بيك 38. يعني المانوال سيلف بتاعها قايل لك البيك الصلنسيه 40 والسرعه 105. ليه يا جدعان؟ يعني هتقلل بنزين، هتوفر بنزين يعني؟ ما انت بتدمر الموتوسيكل، يعني بتقلل من عزم الموتوسيكل. المانوال سيلف بتاع في الكتالوج بتاع شركه هوندا قايل لك الصلنسيه 40 والسرعه 105. ليه احنا نحطه ونخترع؟ ما انت بتقلل من عزم الموتوسيكل وانت بتقلل بنزين. البوجو هيحرق. ما المكنه طالما مثلا بتهبب بوجو واقفه مش مظبوطه هيبقى في مشكله في المكنه، لا في الكربيراتير لا في التكايات لا في البوجوهات، لا اي مشكله. يبقى تحل المشكله، ما تقللش بك انك تقلل بنزين وتقلل من عزم الموتوسيكل. ما انت الموتوسيكل هيتبهدل. الموتوسيكل هتيجي تقرص عليه مش هيجيب معاك سرعته، السرعه بتاعته. الموتوسيكل يكون نضيف نخرب فيه ليه؟ وهوريكم تعالى كده البوابات دي يا جماعه. البوابات دي لها ظابطه. البوابه يعني البوابه دي لو مش مظبوطه، اللي هم عاملين لك معيار ليها، لو مش مظبوطه نشيل الكرباتين نرمي الكرباتين. ما نظبط البوابه، يعني نظبط البوابه بتاعته. البوابه هم عاملين لك، تعالى كده يا ابن الرب، هم عاملين لك مسامير معيار للبوابه. طبعا دي لو مفتوحه او مقفوله بتخلي الموتوسيكل يتسرع، ما يقفش صلنسيه مظبوط. ما نظبط البوابات. مش لازم يعني بجهاز فاكيوم. يعني طول عمرنا شغالين من هقول لك ايه، من 99 شغالين يدوي. ما كانش نزل ولا جهاز فاكيوم ولا نزل اي حاجه، كان نزل بس في اليابان لكن ما نزلش عندنا في مصر. كنا بنظبطها يدوي، يعني بنظبط البوابات دي يدوي، مش بنظبطها بقى يعني مش خلاص كرباتين البوابات مش مظبوطه نرميه. وخليكم معانا وما تروحوش في حته، ونظبط الكرباتين ونرجع لكم تاني. وبعد ما ظبطنا الموتوسيكل تعالوا كده بصوا كده. الموتوسيكل ده كان جاي، كان بيفتح كونتاكت. الدنيا كانت طبعا ملخبطه خالص. يرفع الاول كان العداد ده يزود تزويده البنزين، تقعد تطلع تطلع وتنزل. ما كانش مظبوط الموتوسيكل، كان بيقعد يتسرع منه. وبعد ما ركبنا طقم الاصلاح وظبطنا الكربيراتير وادي الموتوسيكل ما شاء الله عليه. ولو مش اشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. استنونا فيديوهات جديده.